مرحبا بحبايبي طلبة الصف الأول الإعدادي. هنحل حبايبي مع بعض دلوقتي مادة الهندسة، اختبار شهر أكتوبر في مادة الهندسة. طبعا هو دي شكل الامتحان اللي انتم امتحنتوه، اللي هو امتحان شهر أكتوبر. تمام. دلوقتي زي ما انت شايف كده قدامك الامتحان عبارة عن 3 أسئلة، أو ممكن نقول 4 أسئلة على أساس إن السؤال الثالث ألف وب. تمام. السؤال الأول طبعا عبارة عن اختر 3 أسئلة، السؤال الثاني أكمل 3 أسئلة، السؤال الثالث عبارة عن مسألتين بنسميها عندنا مقال يعني. تمام. هو ده الامتحان اللي انتم امتحنتوه. دلوقتي حبيبي هنحل سؤال سؤال عشان تعرف يعني ايه انت عملت ايه في الامتحان، حليت صح ام حليت خطأ، وعشان كمان لو حليت خطأ تعرف الإجابة الصحيحة. يعني الهدف من الفيديو ده إنك تعرف السؤال اللي أنت حله غلط هو بالظبط والإجابة الصح بتاعته إيه. هو دي طبعا الهدف من الفيديو. تمام. آدي حبيبي السؤال الأول اللي هو اختر. طبعا اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. الزاويتان المتتامتان المتساويتان في القياس قياس كل منهما 45 90 180 270. تمام. طبعا معروف ان الزاويتين المتتامتان مجموعهم 90 درجة. تمام. هنا بقول لك ايه الزاويتين المتتامتان، هما طبعا زي ما قلت لك قبل كده مجموعهم 90 درجة. تمام. المتساويتان في القياس، خد بالك قال لك ايه المتساويتان في القياس، يعني كام وكام يساوي 90 والاتنين متساويين، طبعا شيء طبيعي يكون 45. تمام. فالحل طبعا 45 على اساس ان 45 زائد 45 هيساوي 90، وزي ما قلت لك قبل كده ان الزاويتين المتمتان هيساوي 90 درجة. تمام. يبقى زاويتان متمتان المتساويتان في القياس، بقول لك زاويتان يعني متساويتان في القياس ومجموعهم 90، فشيء طبيعي ان كل واحدة فيهم هتساوي 45 درجة. تمام. السؤال التاني بقى انا عايزك بقى تركز معايا فيه كويس. النسبة بين قياس زاويتين متكاملتين 5:13، فإن قياس الزاوية الصغرى 50 درجة 130 درجة 180 درجة 25 درجة. تمام. نمشي كده واحدة واحدة. دلوقتي بيقول لك هنا ايه عندي نسبة بين قياس زاويتين، هو ما قالكش كام، يعني ما قالكش الزاويتين كام، ولكن النسبة بينهم 5:13. أنا عايزك كده ركز إيه معايا، يعني الزاويتين النسبة بينهم، أو خد بالك أنا ما قلتلكش كل زاوية كام، أنا بقول لك النسبة بينهم 5:13. أنا عايز أعرف الزاوية الصغرى كام. تمام. طبعا بالتفصيل قدامك اهو زي ما أنت شايف الحل كده قدامك. هنفرض أن قياس الزاوية هي س، يعني أي زاوية فيهم نفرض أن قياس الزاوية س. طبعا النسبة بين قياس زاويتين 5:13، وبالتالي أقول 5 س زائد 13 س. طبعا معروف إن مجموعهم الزاويتين المتكاملتان مجموعهم 180 درجة. تمام. ليه قلت برضه 180؟ هجيبها لك تاني. بص يا حبيبي، قال لك إيه النسبة بين قياس زاويتين متكاملتين. معروف طبعا إن الزاوية المتكاملة بيساوي 180 درجة، أو قياس زاويتين متكاملتين مجموعهم 180 درجة. تمام. يعني الزاويتين متكاملتين مجموعهم 180 درجة. تمام. وبالتالي قلنا هنا 5 س زائد 13 س، بكرر تاني بتاع الخمسة بتاع 13 دي النسبة بين الزاويتين. قلت لك في المثال أو في المسألة النسبة بين الزاويتين 5:13، وبالتالي نفرض أن قياس الزاوية هي س، وبالتالي 5 س زائد 13 س هيساوي 180، لأن مجموع الزاويتين زي ما قلت لك قبل كده متكاملتان، يعني مجموعهم 180 درجة. هجمع بعد كده 5 س زائد 13 س هيديك 18 س، وطبعا هنزل ال 180.
انا عايز اجيب قيمه السين لوحدها. تمام. فطبعا اجيب قيمه السين، اقول س يساوي، هقسم ال 180 على 18 هيساوي طبعا 10. تمام. وبالتالي انا كده جبت قيمه السين هيساوي 10. تمام. طبعا قلنا النسبه 5 الى 13، يعني 5 س 13 س. تمام. انا عايز بقى قيمه الزاويه الاولى اللي هي الزاويه الصغرى اللي هو عايزها. هو عايز الزاويه الصغرى، خد بالك، هو مش عايز الزاويه الكبرى دلوقتي، هو عايز الزاويه الصغرى اللي هي 5 س. لازم اصبح 5 س هيساوي، احنا قلنا قيمه السين هنا هيساوي كام؟ انا عايزك ايه يعني ترد كده وانا بسال كده يعني. السين هنا هيساوي كام اللي احنا جبناها؟ هيساوي 10. تمام. وبالتالي هشيل السين ده واحط مكانها 10، وبالتالي هضرب 5 في 10 هيساوي 50. تمام كده. اصبح الزاويه الصغرى اللي هي 5 س هيساوي كام؟ 50. ليه؟ لان انا شلت كده السين وحطيت مكانها ايه؟ ال10، فاصبح قلت 5 في س اللي هي 5 في 10 هيساوي 50. تمام. فطبعا بقول لك تاني، لو انت ما لقيت نفسك برضو مش فاهم الفيديو قوي، حاول ايه ارجع بالفيديو تاني عشان تفهم المعلومة اكتر واكتر. وبرضو لو في اي مشكلة برضو اكتب لي برضو في التعليقات، يعني او مثلا ايه تعليقات اليوتيوب، اي حاجة انت مش فاهمها، يعني لو في نقطة مش فاهمها بالظبط اكتبها لي برضو في التعليقات. تمام. كده حلينا السؤال اللي هو ايه النسبة بين قياس زاويتين متكاملتين 5 إلى 13، فإن قياس الزاوية الصغرى، خد بالك قال لك الزاوية الصغرى بلاش الكبرى، وبالتالي حلنا هيساوي إيه 50 زي ما إحنا إيه جبناها ومكتوب قدامك. تمام. رقم 3، زاويتان قياسهما 40 درجة 50 درجة، فإنهما زاويتان متكاملتان متتامتان متقابلتين بالرأس متبادلتين. تمام. أنا عندي زاويتين قياسهما 40 درجة 50 درجة، تفتكر دول زاويتين نوعهم ايه؟ انا عايزك تفكر كده. تمام تمام، برافو عليك. اقول يا مستر زاويتان متتامتين. ليه؟ لان مجموع الزاويتين المتتامتان هيساوي كام؟ يساوي 90 درجة. اما الزاويتين المتكاملتان مجموعهم 180 درجة زي ما قلنا قبل كده. تمام؟ نخش بعد كده عند سؤال اكمل اللي هو السؤال الثاني. مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة، طبعا معروفة، يساوي كام؟ 360 درجة زي ما انت ايه شايف قدامك. مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة هيساوي 360 درجة. السؤال الثاني في أكمل. يتطابق المثلثان إذا تطابق زاويتان ونقط في أحد المثلثين مع نظائرها في المثلث الآخر. طبعا الإجابة والضلع المرسوم من رأسهما. إذا يتطابق المثلثان إذا تطابق زاويتان، الإجابة والضلع المرسوم بين رأسيهما وأحد المثلثين مع نظيرة في المثلث الآخر. تمام. رقم 3 برضو في أكمل. الزاوية التي قياسها أكبر من 180 درجة وأقل من 360 درجة هي زاوية، برافو عليك، هي زاوية منعكسة. تمام. طبعا سبق قبل كده برضو كنا شرحنا أنواع الزوايا، الزاوية الصفرية، الزاوية الحادة، الزاوية القائمة، المنفرجة، المنعكسة. المنفرجة بعد كده المستقيمة بعد كده المنعكسة. تمام. طبعا الزاوية أكبر من 180، ليه؟ لأن 180 زاوية مستقيمة، فأصبح الزاوية اللي أكبر من 180 أقل من 360 بنسميها زاوية منعكسة. تمام. نخش بقى يا حبيبي بعد كده عند السؤال الثالث. السؤال الثالث ألف. المستقيم ألف جيم زي ما أنت شايف، المستقيم ألف جيم تقاطع الشعاع ب د، أدي ب د، طبعا هيساوي طبعا إيه؟ ب، تقاطع مع بعض في ب. تمام. قياس زاوية ألف ب د، ألف ب د هيساوي 50 درجة. تمام كده؟ يعني ألف ب د هيساوي 50 درجة. طبعا ألف ميم، ألف ميم ألف ميم، سيبك بص، ألف ميم وميم دي يعني جت بطريق الخطأ، يعني سيبك منها دلوقتي خالص يعني. المهم عايزين اوجد قيمة ايه؟ س بالدرجات. أنا عايز قيمة س دي بالدرجات، قيمة س دي بالدرجات.
انا عايز اعرف س ديت قيمتها كام. تمام. طبعا انا كاتب لك قدامك ايه؟ معروف طبعا ان قياس الزاويه المستقيمه هيساوي 180 درجه. بس في نقطه برضه يا حبيبي عايز اقول لك حاجه بالنسبه للصف الاول الاعدادي في الهندسه الترم الاول انت لست مطالب بالبرهان بالدرجه المطلوبه قوي يعني، لان البرهان اساسا مقرر عليك في الترم الثاني. تمام. ولكن احنا عايزين نجيب برضو ايه قيمه السين. قياس الزاويه المستقيمه بيساوي كام؟ 180 درجه. تمام كده. وبالتالي ايه 2 س ده 2 س هيساوي، هشيل ال50 من ال180، يعني الزاويه المستقيمه دي كلها المفروض قياسها 180 درجه، هشيل ال50 من ال180. تمام كده. قصدي يعني اقول انا دلوقتي عايز الزاويه دي، عايز زاويه ايه؟ د ب ج دي. تمام. زاويه د ب ج اصبح زاويه د ب ج بيجي ازاي بقى؟ هقول 180 هشيل منها او انقص منها ال 50، طبعا هيديك كام؟ هيديك ايه؟ 130 درجه. يعني زاويه د ب ج لوحدها عباره عن 130 درجه. تمام. ولكن انا عايز اجيب قيمه السين بقى، يعني الزاويه د ب ج دي كلها 180 درجه، انا عايز اجيب قيمه السين، وبالتالي هنا 2 س لوحدها يساوي 130 درجه اللي هي الزاويه كلها اللي هي زاويه د ب ج. تمام. انا عايز اجيب قيمه السين، هعمل ايه؟ كده قسمت زي ما انت شايف 130 على الاثنين. تمام كده. يبقى انا كده قسمت 130 على كام؟ على الاثنين، ادتني 65. تمام كده. اصبح قيمه س لوحدها هيساوي 65 درجه. تمام. اتمنى يا حبيبي انك تكون فهمت الايه المساله. نيجي برضو السؤال الثالث ولكن ب في الشكل المقابل اللي موجود قدامك زي ما انت شايف برضو، هو عايز قياس زاويه ب م ج. ب م ج. تمام كده. خد بالك زاويه ب م ا هيساوي 110، زاويه ا م د عباره عن زاويه قايمه، يعني زاويه قائمه مكتوبه طبعا قدامك ايه؟ يعني قائمه يعني ايه؟ يعني 90 درجه، بمعنى ان زاويه ا م د هيساوي 90 درجه. فلما اجيب لك في المساله او في اي مساله علامه القائمه اعرف ان هي 90 درجه، وزاويه د م ج هيساوي 40 درجه. طب هو عايز ايه؟ هو عايز زاويه ب م ج. طبعا معلومه كنا قلناها قبل كده ان مجموع الزوايا المتجمعه حول نقطه هيساوي كام؟ هيساوي 360 درجه. تمام. يعني الزوايا المتجمعه كلها، جميع الزوايا كلها، 3 زوايا 4 زوايا 5 زوايا زي ما بتيجي معاك، جميع الزوايا المتجمعه كلها عباره عن 360 درجه. مجموع الزوايا المتجمعه حول نقطه هيساوي كام؟ 360 درجه. تمام. وبالتالي اجيب بقى زاويه ب م ج، دي طبعا الزاويه اللي مطلوبه، طبعا هيساوي زي ما انت شايف كده قدامك 360 اللي هي مجموع الزوايا المتجمعه حول النقطه، ناقص انقص منهم بقى الزوايا اللي موجوده قدامي في المساله، يعني 110، وطبعا زي ما قلت لك علامه القائمه يعني 90، 110 زائد 90 زائد 40. تمام. وبالتالي عندي هنا انزل 360 ناقص طبعا كام؟ اجمع ال 110 زائد 90 كده كام؟ كده 200. 200 زائد 40 240. يبقى 360 ناقص 40 هيساوي كام؟ هيساوي 120 درجة. تمام كده؟ بكده حبيبي احنا كده حلينا الامتحان هندسة شهر أكتوبر. تمام؟ طبعا دي مكتوب قدامك الامتحان الأول، لأن في الامتحان الثاني برضه موجود في فيديو تاني. تمام؟ والسلام عليكم. أتمنى حبايبي تكونوا استفدتم من الدرس، وإن شاء الله أتمنى تتابعوا الفيديوهات الأخرى. لو عجبك الدرس حبيبي اشترك في القناة، طبعا القناة بتاعتي زي ما مكتوب قدامك اسمها رياضيات إبداعية، حاول تشترك في القناة بتاعتي اسمها رياضيات إبداعية. والسلام عليكم ورحمة الله.